السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد واقتراح جديد على القناة، دائما في إطار تحضير الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية في نفس الوقت. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد البريوش بالتفاح أو كيك بالتفاح، سميوها كيف ما بغيتو تسميوها. المهم أن الوصفة جد جد رائعة، كتجي هشيشة مفشفشة وواحد اللذة في هذاك التفاح في الحشو ديالها، كتجي رائعة رائعة جدا، مغايرة تماما للوصفات اللي كنشاركهم معكم. نتمنى هاد الاقتراح ينال الإعجاب ديالكم وتفاعلوا مع فيديو كيف ما تفاعلتوا مع الفيديوهات السابقه. كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم. اللي ما مشتركش في القناه كنقول ليه اشترك وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. وندوزو مباشره للمكونات مع طريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه عندي كاس ديال العنبه ديال الحليب الدافئ ما يعادل 150 غرام. عندي واحد الملعقه ممسوحه ديال خميره الخبز ما يعادل 10 غرام. 2 ملاعق كبيره ديال سكر حبيبات ما يعادل 50 غرام. خلطت هاد المكونات جيدا وخليتهم تقريبا واحد 2 دقائق فقط، حيت الحبيبات ديال السكر كانوا عندي شويه كبيبرين. هنايا الوصفه كما قلت لكم فيها حبه بيض واحده، انا خديت هاد الحبه عندي صغيره بزاف، درتها كلها في العجينه. وغادي ناخذ بياض بيضه اخرى حيت الصفار غادي نحتفظ به للدهن. البيض عندي صغير بزاف ما قدرتش ناخذ الصفار نخدم غير بالبياض باش ندهن. استعملت بيضه كلها حيت البيضه عندي صغيره بزاف. الا كان البيض عندكم كبير استعملوا البياض في العجينه والصفار احتفظوا به للدهن. انا كما قلت لكم عندي البيض صغور، داكشي علاش درت وحده كلها في العجينه وزدت بياض بيضه والصفار احتفظت به للدهن. صافي خلطتها مزيان مع الخليط. هنايا غادي نبدا في اضافه الدقيق. بالنسبه للدقيق بالضبط عندي 400 غرام ما يعادل 4 ديال الكؤوس. بطبيعه الحال غادي نغربلهم. المقادير جد جد مضبوطه، غير تبعوا معايا المقادير والخطوات غادي ينجح معكم هذا البريوش. هذا كيجي رائع جدا. صافي هنايا غربلت 4 الكؤوس ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا. غادي نجمع العجينه. هنايا قبل ما نجمع العجينه ضفت واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملحه وغادي نجمع العجينه بالايد ديالي. العجينه كتكون صلبه، يعني العجينه قاصحه، ان صعيبه انكم تحكموا فيها. هذه هي المرحله الاولى ديال العجينه، ضروري ما خاصها تكون صلبه. المكونات كما ذكرت لكم جد مضبوطه. عندنا 150 ملل ديال الحليب ما يعادل كاس الا قل واحد شويه، حيت الكاس ديال العنبه ياخذ 200 ملل ديال الحليب، حنايا استعملنا غير 150 ملل. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا العجينه صلبه كيف ما ذكرت لكم في الاول. هذا هو القوام ديالها. غادي نرجعها في الاناء وغادي ندير فيها هكا بحال الحفار بالاصابع ديالي. وغادي ناخذ كما غادي تشوفوا معايا 50 ملل ديال الزيت، يعني فايت الربع واحد شويه، ما واصلش النص وفايت الربع شي شويه. ضفتو على هاد العجينه ديالتي وغادي نبدا ندخل هذيك الزيت في العجينه ديالتي بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نوضع العجينه فوق سطح العمل باش نتحكم فيها مزيان وباش ندخل هذاك الزيت او هذاك الدهن ندخله مزيان في العجينه ديالتي حتى ترجع عندنا واحد العجينه اللي ملسه وغزاله في الخدمه. بالنسبه للزيت، الاخوات اللي بغاو يعوضوا الزيت بالزبده ممكن غادي تذوبوا الزبده وغادي تاخذوا كذلك نفس القياس ديال الزيت، غادي تذوبوها وتاخذوها مذابه ولكن نفس القياس ديال الزيت 50 ملل. صافي هنايا من بعد ما وضعت العجينه ديالتي فوق سطح العمل غادي نبقى نخدمها بهذه الطريقه هذه حتى تشرب ليا هذاك الزيت كله او الزبده. الا استعملتوا الزبده، هي الوصفه على الاصول ديالها كتستعملوا فيها الزيت. صافي هنايا من بعد ما دخلت ليا هذيك الزيت في العجينه كنبقى ناخذ العجينه ونخبطها بهذه الطريقه باش تشرب ليا هذيك الزيت كلها بهذه الطريقه وتصبح عندنا واحد العجينه اللي ملسه بهذه الطريقه، عجينه اللي غزاله غزاله في الخدمه وسهله كذلك في الخدمه ديالها. صافي رجعتها للاناء اللي بطبيعه الحال راه عاد باقي فيه الزيت، يعني حيت كنا درنا الزيت في العجينه. صافي غطيتها بلاستيك غذائي وخليتها تختمر جانبا. هنايا خديت واحد الزلافه درت فيها واحد 2 ملاعق كبيره ونصف ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، وضفت لها واحد نصف ملعقه صغيره ديال القرفه. غادي نحرك مزيان ونخليهم على جنب. بالنسبه للحشو خديت 2 حبات ديال التفاح غادي نقشرهم وغادي نقطعهم على قطع اللي كيكونوا كبيبرين شي شويه. غادي نوريكم الحجم ديال القطع ديال التفاح، ضروري ما يكونوا بهذاك السمك هذاك حيت غادي نعمروا البريوش ديالنا بهذا التفاح اللي هو صاين، كيجي واحد المذاق فيه رائع رائع جدا ما تشبعوش منه. هذا هو القياس ديال التفاح اللي قطعناه بهذه الطريقه هذه. غادي احنا الغرض ديالنا 9 ديال القطع ديال التفاح اللي كيكونوا طوالين بهذا الشكل، 9 ديال القطع. ما تبقى من التفاح تقريبا غتبقى لنا واحد يعني التفاحه الثانيه خديت منها غير قطعه واحده، وما تبقى غادي نقطعوا مكعبات اللي هي رقيقه باش نعمر به كذلك واحد
غيتبعوا معايا المراحل غادي تفهموا كل شيء. صافي خديت هذوك الاصابع ديال التفاح، غادي نلبسهم في هذا السكر والقرفه، غادي نحركهم مزيان، درتهم دفعه واحده باش تجيني خدمه سهله، وغادي نخليهم في هذا السكر هادو. من بعد غادي يبانوا لكم تلبسوا طلق داك التفاح، طلق الماء ديالو بحال تعسل هذاك السكر، والتفاح طلق الماء بحال غادي يتعسلوا. شوفوا معايا كيفاش رجعوا من بعد ما زولتهم، يعني خليتهم واحد تقريبا واحد 3 دقائق في هذيك الزلافه. تعسل ليا هذاك التفاح، زولته ووضعت هذاك التفاح اللي قطعته قطع صغيره حتى هو وضعته في الزلافه، وغادي نخليه جانبا. مباشره رجعت للعجينه، حيت العجينه ما كتاخذش وقت كثير في الاختمار. غادي نوضعها مباشره فوق سطح العمل. حاولوا ما تخدموهاش كما تزولوها من الاناء، سرحوها فوق سطح العمل باش هكا تجيكم سهله في الخدمه. صافي سرحتها هكا بالايد ديالي، من بعد بالمدلك. وهنايا غادي ناخذوا هاد الاطارات هادو او هاد القطاعات هادو اللي كيكونوا هكا على شكل بلاستيك، غادي ناخذوا الكبير فيهم هو اللي غادي نقطعوا به القطع ديالنا. غادي نقطع 9 ديال الدوائر، والعجينه الاخرى غادي نجمعها وغادي نرجعها في البلاستيك ونخليها حتى نكمل هادو. وغادي نوريكم شنو غادي ندير من هذيك العجينه الاخرى. صافي خديت هذوك 9 ديال القطع ديال التفاح، غادي نوضعهم بهذه الطريقه في هاد الدوائر هادو اللي قطعتهم. وهنايا الحاجه المهمه هو انكم تسوديو او تسدوا مزيان هاد القريصات ديالكم، تسدوهم مزيان مزيان باش ما يتحلوش لكم اثناء الاختمار والطهي كذلك. حاولوا ما امكن تقرصوهم بعيد على التفاحه، هكا بحال كتطلعوا العجينه من الوراء، طلعوا العجينه وقرصوا فيهم باش ما يفزكش ديك السده، ما تفزكش لكم بالتفاح. صافي غنستمر حتى نسد الكميه اللي عندي كلها بهذه الطريقه هذه. هنايا خديت هذا الاناء هذا اللي غادي نطيب فيه، او هذا القالب هذا ديال الفرن، دهنته بالزبده. نتوما تقدروا تستعملوا اي قالب عندكم، سواء داك اللي كيتحل مع الجوانب ولا ديال الالومنيوم اللي كيتحل من الاسفل. انا خديت هذا ديال الزاج، دهنته بالزبده، وغادي نوضع فيه هاد القطع ديال الفطائر بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا ضروري ما نحطوهم على هذا الشكل هذا، على شكل شميشه او على شكل وريضه. وغادي نخليو هذوك الفراغات باش نعمروا هاد العجينه هذه. ضروري ما نخرجوا منها 10 ديال الكويرات. في الاول خدينا 9 ديال القطع ديال العجينه، هنايا غادي ناخذوا 10. ضروري العجينه المتبقيه قطعوها على 10 ديال القطع اللي كيكونوا متساويين. هاد العجينه هذه يعني الفطيره كتجيكم قد المقادير جد مضبوطه. دائما غتلقاو المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. نتمنى الا تكونوا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله هذه. ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو ونزلوا التعليق، خلوا ليا ولو قليبات ولا وريضات باش هكا نعرف ان لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، ولا شي تعليق اللي كيكون محفز، او كذلك اقتراح من اقتراحاتكم الا بغيتوني نشارك معكم شي حاجه. مرحبا والف مرحبا. صافي هنايا كان خديت هذوك الكويرات ب10، شكلتهم هكا، وضعت فيهم دوك الحشوه ديال التفاح، قطع التفاح اللي قطعتهم صغارين، وسديتهم وسديت بهم هاد الفراغات هادو. كما كتلاحظوا معايا كتجي واحد الفطيره رائعه في الشكل والمذاق ديالها كذلك. كما كنعرفوا العين دائما كتاكل قبل من الفم، يعني هكا الحاجه فاش كتكون عاطيه للعين كتعطيك ديك الرغبه انك تناوليها. صافي خديت داك صفار البيض من بعد ما اختمرت، خديت صفار البيض اللي احتفظت به مع واحد الملعقه كبيره ديال الحليب والقليل من القهوه سريعه الذوبان. دهنت الفطيره ديالتي مزيان مزيان. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هذوك الكويرات الدائريين رشيتهم او زينتهم باللوز ايفيلي، وهذوك اللي على شكل طولي زينتهم بالزنجلان او السمسم. الفرن في هذه الاثناء كان عندي سخون على درجه حراره 165 من الاسفل ومن الاعلى. فاش دخلت الفطيره ديالتي في وسط الفرن، طفيت عليها من الاعلى، خليتها فقط شاعله من الاسفل، خليتها تطيب على خاطرها حتى بدات كتحمر ليا من الاعلى. شعلت عليها تقريبا واحد 2 دقائق ما واصلينش، غير باش تحمر ليا وتاخذ ليا هذا اللون هذا. كما كتلاحظوا معايا كتجي محمره مذهبه اسفنجيه. كيجي هذاك العجين قطني رائع 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 جدا. نتمنى فعلا انكم تجربوها لوليداتكم او الضيوف ديالكم، ولا كنتم ماشيين لشي معروضين خذوها في يدكم، شي حاجه اللي هماويه تستحق انكم تجربوها. رائعه رائعه جدا. ولا غير لوليداتكم كيف ما درت انا، صراحه درتها غير لوليداتي، كتجي رائعه في المذاق وراقيه في المنظر. نتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. اللي مشتركش في القناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا، اشترك في القناه وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. ما تبخلوش عليا بلي لايك الفيديو، ديروا لي لايك الفيديو، وكذلك تعاليق محفزه، وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاقارب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. هنايا قطعت معكم باش يعني يقدر يجيو التساؤلات واش ما تجيناش الحشوه معجنه او تعجن لينا العجينه. انتم كتشوفوا بعينكم كتجي عجينه اسفنجيه، الحشوه رائعه رائعه جدا شكلا ومذاقا. كيجيو من هذاك الشيء الرفيع. نتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لاخر مرحله في الفيديو. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونضرب لكم موعد جديد مع فيديو مقبل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.